كي تحكي السيدة الوزيرة الفصل 69 من الدستور والفصل 49 من قانون الميزانية. بالنسبة للفصل 69 ساعة هو اسمه مغالطة للرأي العام وتعسف على تأويل الدستور، لأن يعني الفصل 69 من الدستور يتحدث عن القوانين الأساسية والقوانين العادية ما تمسش بقانون مالية مصادق عليه. نحكوش على قانون المالية بصدد النقاش، نحكيو على مشروع قانون مالية مش على قانون مالية بالضبط. بالتالي هذه مغالطة واعتمدتها وكررتها أكثر من 100 مرة على الأقل في الجلسة العامة اللي سمعتها مان. فصل 49 يقول لك ما تمسش أو ما تقصش في مداخيل الدولة بدون إنك تجيب منين باش تحطهم تعوضها، أو ما تزيدش نفقات من غير ما تقول منين باش تجيب النفقات هذه. به شوفوا الفصل هذا هل إنه يخل بالفصل هذا ولا؟ الإجابة هي قطعا لا. علاش؟ خاصة يمكن الناس كل قرأت الفصل ونسيت السطر الأخر في الفصل واللي هو مهم جدا. احنا ايش قلنا؟ تضبط إجراءات تطبيق هذا الامتياز المنصوص عليه بمقتضى أمر على أن لا يقل عدد الرخص السنوية عن 10% من مجموع السيارات السياحية التي يتم توريدها. شو معناه؟ احنا تقريبا نوردوا في 80,000 سيارة سياحية في المستوى هذا. 80,000 هذوما مقسمين على مجموعة وكالات الكرا. احنا قلنا باش ناخذوا من 80,000 هذوما بريسك 10%. قداش جو؟ 8,000. كيما عندنا 8,000 سيارة شعبية 60 كوتا. الكوتا هذه ماشي كيما تحكي وزارة المالية، وهذه مغالطة ثانية عملتها ما تستهلكش عملة صعبة، لأنه كانوا يستوردوها وكالات الكراهب باش نعطوه يستوردوها المواطنين ديريكت فقط ما يربحوش فيهم وكالات الكراهب. بالعكس تربحك عملة صعبة هي ولا تربحك وما تنقصلكش، أو في الأقصى تبقى هي نفسها، لأنه كان يستوردها وكيل شركة متاع كراهب أصبح يستوردها مواطن بشكل مباشر. الثانية المغالطة الأخرى قلت مثل التوازنات، ما حتى التوازنات نفسها كانت تدخل الشركة عن طريق وكالة كراهب. احنا حطينا كوتا، ما زدناش كوتا جديد، حطينا كوتا من بين المستورد. إذن لا يمس من التوازنات المالية، لا يمس من نفقات الدولة، لا يمس من مداخيل الدولة، يمس فقط بمصلحة لوبيات السيارات اللي هي اليوم تبتز في الشعب التونسي وتوصل تبيع الكرهبة أغلى من السيد اللي يصنعها. ثم كرهبة تجيب ب100، السيد اللي يصنعها يبيعها لك غادي ب50,000 يورو، يجيك لهنا يبيعها لك ب150,000 يورو، يربح فيها أكثر من السيد اللي صنعها. إذن هذاك علاش استنكرنا رفض وزيرة المالية ساعة عندها المسؤولية ومطالبة أنها تقدم حجة مقنعة، مش الكلام الآخر اللي حكيته وما عنده حتى معنى. اليوم وكالة الكراهب السيدة وزيرة المالية نفسها مع السيدة وزيرة التجارة السابقة في السنة الفارطة زادتهم كوتا في الكراهب. في السنة الفارطة زادت لوكالات الكراهب كوتا في الكراهب، اللي الوكالات اللي زادتها 500 والوكالات زادتها 600 كرهبة الوكالة، في حين ان نزيد اكثر نفس الوكالات تاع السيارات هذه قامت بالاجرام في حق الشعب التونسي ورفضت تسليم قطاع غيار لشركات نقل عمومي. هذاك علاش عندنا دبو نتاع خردة في شركات النقل العمومي. نفس الوكالات هذه الاصل وانه وقت اللي يبتزوا الدولة ما تزيدهمش امتيازات، هم يبتزوا في الدولة وفي الشعب. لانه اليوم نهزك لشركات النقل تروستي الاس تي اس كلهم شركات النقل العموميه، عندي تو في الاس تي اس اكثر من 50% من الاسطول فاسد، اكثر من 50% من الاسطول الكرام فاسد، تروستي كيف. واليوم الشركات هذوما نفسهم يرفضوا تسليمهم قطاع غيار، يلووا في ذراع الدوله، نزيدوهم عناول بامر وزيره الماليه وزيره التجاره، نزيدوهم كوتا نتاع كراه رفعت الجزء. الفصل في علاقه بالضريبه كيف انا اتبنى انه يصير اعفاء للناس اللي دخلوا تحت 10,000 دينار. وعندي علاش الدوله التونسيه خرجت قرار رسمي تصنف خط الفقر ب 823 دينار. اذا اللي دخلوا تحت 10,000 دينار الدوله معترفه به تحت خط الفقر، مش ممكن تقص عليه ضريبه. وهاني اعطيتك البديل منين. رغم ذلك خليت الضريبه كما هي وما مسيتش بالتوازنات وزدت فقط على الكبار، ما مسش التوازنات الماليه ورفضته رفعت الجلسه.